بسم الله المانع التاني. كلامك صح، مش هقدر اتكلم. طبعا القلب السليم اهم حاجة، ده حتى في القرآن على لسان سيدنا ابراهيم عليه السلام: يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. فصدقتي. لكن تعرفي ايه الدليل ان القلب سليم؟ خليني اقولك. دليل القلب السليم انه ينعكس على الظواهر. ولو مش مصدقاني خليني اديك مثال. لو شفتي قدامك واحد واقف بيصلي، وطول ما هو بيصلي عمال يفرك يتحرك ويهرش ويبص ويحرك راسه، هل ممكن تقولي الراجل ده على فكرة شكله خاشع في الصلاة؟ مستحيل تقولي كده، هتقولي 100% ده مش خاشع. عرفتي منين؟ عرفتي من الظواهر، عرفتي من شكله الخارجي. عمال يتحرك، عمال يبص هنا، عمال يحرك راسه، عمال يهرش. 100% مش خاشع. مع ان الخشوع ده من جوه، بس انا عرفت من ظهره انه مش خاشع. لو كان هو فعلا خاشع من قلبه كنت هتشوفي جسمه ساكن وخاشع فعلا في الصلاة، وهادي ومش بيتحرك ويلتفت ومش بيفرك كتير. نفس الكلام، القلب سليم بجد ده هينعكس على شكله وعلى تصرفاته وعلى اختياراته الخارجية كلها. وبعدين علشان الجملة دي ربنا رب قلوب، طب ما هو ربنا رب الايدين والرجلين والجسم والشعر وكل حاجة، ليه مشينا على سطر وسيبنا سطر؟ ما هو اللي قال لي انقي قلبي واحفظه قال لي برضه احفظ جسمي واستره. المقولة دي فعلا مقولة حق يراد بها باطل، وهي تدعو حقيقة لترك العمل. وبعدين انت لو مهتمة بالقلب فعلا، طب ما تروحي لصاحب القلب ومالك القلب علشان يخليه سليم ونقي. هو انت هتخليه سليم بشطارتك؟ يعني انت بتعرفي تخلي القلب ازاي يبقى سليم؟ محدش فينا يقدر على كده. ربنا هو القادر على احياء القلوب واماتة القلوب، هو القادر على ان يخلي قلبك قلب سليم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فبعد ما اتأكدنا ان قلبنا مش في ايدينا وفي ايد ربنا سبحانه وتعالى، وانا عايز قلبي يبقى سليم، هعمل كده ازاي؟ هعمل كده باني اسيب فرض ربنا فرضه عليا. القلب السليم بيجي بعد طاعة وبعد عبادة، بيجي بعد ما نتغلب على شهواتنا وهوانا، بيجي بعد ما نتغلب على الشيطان، وبيجي بعد ما نتغلب على الدنيا وزينتها. بس كده. لو عندك اي سؤال سيبيه تحت في الكومنتات، ويا اما هرد عليكي، يا اما اللي عايزه تسالي سؤال في خاص مش عام فسيبي كومنت عندي سؤال وحد من فريقنا هتتواصل معاكي. ولو حابه تخشي سبورت جروب او جروب دعم على تيليجرام فسيبي كومنت وهندخلك الجروب فيه بنات بتشاركك طريقك للحجاب والمشاكل اللي بتقابلوها وحلولها وهكذا. وبس كده. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لو بتتفرجوا على اليوتيوب، لايك على فيسبوك وفولو على الانستجرام، وما تنسوش تعملوا شير للحلقه عشان غيركم يستفيدوا. وان شاء الله اشوفكم في حلقه جايه في مانع جديد للحجاب. وسلام.